السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أستاذ بن زيد، أهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غنهضروا على واحد المعهد اللي هو الخاص بالمهن التمريضية وتقنيات الصحة، يعني الناس اللي خصهم يدخلوا للتمريض. يعني هاد الباركور هذا، هاد التخصص هذا بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش، ولا اللي ما كتكونش عندهم درايه في البدايه، ولكن من بعد عاد كيقولوا لو كنت سجلت في التمريض دابا تلقاني يعني خدام الى غير ذلك. انا لحد الان يعني اعطيكم معلومات الكافيه على مهن التمريض، المده، الشروط، واش كاين منحه ولا ما كايناش، شنو هما الافاق بعد التخرج، الصالير ديالهم في البدايه. كل هاد الامور ان شاء الله تعالى غنحاول نتحدث عليها، ومن بعد نعطيكم او نبداو بها. يعني راه ابتداء من اليوم سيتم افتتاح التسجيل في هذه المعاهد هذه العليا للتمريض وتقنيات الصحة، لسبيتس. شنو هما الشروط؟ هو ان يكون عندك بكالوريا جديده. يعني ملي كنهضروا على البكالوريا جديده، يا اما تكون بكالوريا ديال 2022 او بكالوريا ديال 2023. هنا السن غير، يعني ما كاينش شرط ديال السن، ولكن انا قلت لكم الشرط اللي كاين هو ديال البكالوريا. مدة تكوين 3 سنوات. علاش؟ لأن من بعد ما كنتخرجوا راه كنحصلوا على شهادة الإجازة في مهن التمريض والصحة، وبالتالي الإجازة راه كتكون من 3 سنوات. السؤال اللي كيطرحوه بزاف هو المنحة بحال الجامعة، حتى يعني المهن ديال التمريض في السبيتس حتى هما كيعطيوهم المنحة. وفيما يخص السكن، كاين بعض المعاهد كيكون فيهم الداخليات، وكاين يعني كاين اللي كيتسجلوا في الاحياء الجامعيه، واللي ميسر عليه الله عز وجل راه قادر انه يكري. يعني هذاك موضوع اخر. الافاق بعد التخرج، من بعد انا حصلت على الاجازه في التمريض، فين غنخدم؟ يعني الجواب الاول هو كاين يعني العمل على مستوى المستشفيات ولا المراكز الصحيه، يعني لي سونتر سونتي. آه، حتى في البريفي، يعني في لي كلينيك تقدر تخدم، راه مطلوبين. كاين اللي كيخدموا برا، خاصة يعني في الخارج، خاصة في ألمانيا. ألمانيا كطلب بزاف الممرضين، والصالير تما في ألمانيا راه كيكون جد جد ممتاز. ولا كاين واحد الاحتمال آخر اللي هو مهم، اللي هو يعني تكمل الدراسة ديالك للماستر ولا الدكتوراه في أحد التخصصات. نمشيو للسؤال المهم. هو انا تخرجت سيدي ودوزت الكونكور ديال الممرضين مع الدولة ونجحت. شحال الصالير ديالي؟ على ما اظن على ان الصالير كيبدا، على ما اظن ماشي متيقن 100%، ولكن 90% الصالير كيبدا بشي 6000، 6200 حتى 6300 درهم الديبار. وبالتالي انا قلت لكم يعني ابتداء من اليوم، يعني 31 يوليوز، يوم الاثنين 31 يوليوز حتى الثلاثاء 15 غشت، يعني عندكم 16 يوم ديال التسجيل. اللي بغى يتسجل في هادو مرحبا، اهلا وسهلا، الله يسر الامور. واذا كان شي سؤال طبعا غير واضح انا نحاول نجاوب عليه قدر الاستطاعة ديالي. اذا اصدقائي، يعني بغيت نعطيكم واحد وجهة نظر فيما يخص المهن ديال التمريض. كنتمنى ان شاء الله تعالى لمن يهمه الامر انه يعني يتوكل على الله، والله يسر الجميع. يلا تحياتي الى لقاء قريب، ودعوكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.